تفتكروا انكم عارفين كل حاجة عن الراهب اللي هز روسيا؟ استنوا عشان هنكشف اسرار راسبوتين اللي عمركم ما سمعتوها. راسبوتين الراهب المحتال لويليام ليكيه. ويليام ليكيه بيتكلم عن وثائق ورسائل وقعت تحت ايده. الوثائق دي عن فترة حكم راسبوتين من الباطن لروسيا، بنقرأ من خلالها ايه الفظايع اللي حصلت في وقت وجوده، واللي بيكشفها الكاتب لينا بالأدلة والوثائق والشهود. مش هنقول الأسامي عشان بس صعبة في نطقها الصراحة، لكن هنكشف سوا عن الوثائق اللي بيحكي عنها ويليام واللي نشرها ويليام عن راسبوتين. نجيب الكرسي. تبتدي الحكاية لما قابل الكاتب جريجوري يافيموفيتش المعروف باسم راسبوتين، وكان سبب في ضياع أسرة رومانوف. أسرة رومانوف دي كانت الأسرة الحاكمة في روسيا، وراسبوتين بالروسية معناها الرقيع أو الفاجر، وده بسبب حبه للستات والخمرة. واللي فكروا بيه تقرير من الشرطة وسط الوثائق خارج من قرية كان عايش فيها. قدامه التقرير ده بيثبت إنه اتقبض عليه كقاطع طريق مرتين واتحبس، وفي المرة الثالثة اتجلد وساب القرية وساب زوجة وولد وبنتين. وجات له فكرة إنه يبقى راجل تقي واتجه للكنيسة لما شاف واحد زميله سكير عمل كده وبقى في حالة من الأكل والمرعى وقلة الصنع. وكان بسبب زرقة في عينه قادر على التنويم المغناطيسي، ومفيش ست تقدر تقاومه. ده مفيش ستات بتقاومه. وكان ذكي وداهية لدرجة إنه بقى مشهور في روسيا كلها، واتجه لموسكو. وثيقة تانية بتقول إن اتقبض عليه واقف قدام 26 بنت عريانة وراكع وبيقرأ من الإنجيل وبيشرح شروحات من عنده، وطلب باسم القيصر إنه يبعت جواب للقيصرة اللي بعتت إنهم يقفلوا عن الموضوع كأنه ما حصلش. تفتكر إزاي راسبوتين قدر يقلب الدنيا ويخلي القصر كله تحت إيده؟ تعالوا نكمل ونشوف. وصل لأعلى المراتب في روسيا لدرجة إنه علم سيدات المجتمع وبنات القيصر الدجل بتاعه. جرايم التقي الماجن ده كانت مالية الجرايد طول الوقت، ومع كل ده محدش قدر يمسك عليه دليل لحد ما ظهرت الوثائق اللي بنكشفها هنا. راسبوتين جمع حواليه مجموعة كبيرة من التابعين، خصوصا سيدات المجتمع اللي تأثروا بتنويمه المغناطيسي. كان بيقول في خطاب في واحد من الوثائق إن مفيش واحدة هتخش حظيرة الرضا الإلهي غير لما ترتكب خطيئة الجسد مرة، وبتتغفر الخطيئة دي بسهولة. فكرني بالعمدة اللي راح يطلب إيد واحدة من جوزها، فاكرينها؟ خبر في جريدة بيقول إن في مرة في واحد من اجتماعاته وست عندها روماتيزم حط إيده عليها وقال لها شوية كلام، وفجأة اختفت أوجاعها. وجري بقى ناحيته ناس كتير بأمراض حقيقية وأمراض وهمية عشان يشفيهم. ده لفت نظر وصيفة القيصرة وكاتمة أسرار القصر واللي وقعت تحت سحره، وده لأن ابن القيصر كان تعبان والدكاترة كانوا بيقولوا إنه قدامه سنة ويموت. هل يقدر راسبوتين يشفيه؟ راسبوتين بيقول لها إنه يقدر، والدكاترة بيقولوا إنه اتحسن فعلا، ومحدش يعرف هو عمل ده إزاي. هل قدم رشوة للدكاترة يقولوا كده؟ بس الراجل فعلا بقى كويس. لكن في إشاعات بتقول إنه كان على علاقة براجل تبتي صيدلي كان بيبعت له عقاقير سحرية من التبت. المهم إن تحسن صحة وريث العرش خلى سلطة راسبوتين تتوسع. لكن قصر روسيا مليان مؤامرات، وعشان يفرض سلطته عمل انه تعرض لإهانة وساب روسيا وراح سيبيريا. الوثائق بتقول انه بنى هناك معبد خاص بيه، وكان ليه 12 تلميذة وابنه وبناته، وبيقع الوريث تعبان تاني. طبعا القيصر والقيصرة وأمة لا إله إلا الله بيبعتوا له رسائل عايزينه يرجع، وبعد سنتين زهق من القعدة وقرر يرجع ورجع، وكان رجوعه شؤم على القصر. تعالوا نعرف ازاي. الوثائق دي بتقول ان كان ليه عشيقة جوه القصر. العشيقة دي كانت بتحط سم للوريث لما كان راسبوتين في سيبيريا، وده علشان يفضل تعبان. ولما رجع أخد منها الدواء، وطبعا فاق الأستاذ مع الوقت. لكن ده ثبت أركان حكمه وتأثيره على القصر لدرجة إن بنات القيصرة كانت بتأهلهم لراسبوتين، الحركة اللي غيرت مصير روسيا كلها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل بسبب راسبوتين. بقى أي حد ما يقدرش يعارضه في القصر بسبب طريقته، ولا حتى يعارض مجونه. اللي بيعمل ده بيحكم على نفسه إنه يطرد من القصر. تأثيره بقى كبير لدرجة إن اتعين، واللي هو أصلا جاسوس ألماني في وقت الحرب على ألمانيا. الراجل ده اتعين رئيس وزراء
وزراء، سلموا القط مفتاح القرار، بيعين ناس في اماكن بعد ما بيقبض فلوس، سيدات المجتمع كلهم تحت اشاره من صباعه، محدش عارف يوصل ينتقم منه من الرجاله، لدرجه ان واحد قتل مراته علشان مش عارف يقتله ولا يمنعها عنه، واللي حاول يقتله وفشل طبعا ما بقاش موجود، وبقى عبره للي يحاول يقرب منه. ورئيس الوزراء جوه روسيا بيسبب ازمات ومجاعات، وبيضعف الجيش، وبيعزل روسيا عن حلفاء انجلترا وفرنسا. وده ليه؟ علشان يأهل روسيا ان هي تمضي اتفاق استسلام مع المانيا. واللي مش مرضي عنه من راسبوتين بقى بيلبس جريمه، وبقى ليه في كل شبر عين. وسمع راسبوتين عن تقارير وصلت للقيصر بفضايحه، طبعا مش هيسيب الموضوع يعدي كده، ولا انتوا رايكم ايه؟ فدخل على القيصره وبلغها انه هيسافر، وانه للاسف ده نداء من الله مش هيقدر يرفضه. شايفين التقوى والايمان؟ طبعا سالته ومصير ابن الوريث ايه؟ قال لها انه لما يسافر مش هيقدر يتابعه وهيتعب تاني ومش هيشفى. وفعلا ده اللي بيحصل. طبعا احنا عارفين خلاص انه بيتحط له سم من اعوان راسبوتين، وبيبعتوا له جوابات وما بيردش، والابن بيتعب اكتر، والقيصره هتتجنن. وفجاه بيظهر راسبوتين وبيشفى الابن، وبتساله ليه سبتنا؟ قال لها علشان شكيتوا فيا. علاقه توكسيك زي ما قال الكتاب بالظبط. وبكده ربط حياته بحياه وريث العرش، وبقت سلطته مطلقه. وطبعا لا انجلترا ولا فرنسا عارفين حاجه عن اللي بيحصل، وطبعا اي حاجه بتتقال للقيصر او القيصره ما بتتصدقش، وبقت اي حاجه بتعملها الحكومه بتمر على راسبوتين الاول، ويبان في الاجتماعات وطني، وبيعطف على الفقراء، وبيشفي بمعجزاته منهم، ويفسد الحياه الكنسيه، وبوظ الدنيا في روسيا، وبيضعفها في الحرب على المانيا. والقيصر وزوجته بقوا مصدقينه تصديق اعمى، وماشيين ورا كلامه بالحرف الواحد. ومن خوفه من المؤامرات قال للقيصرة ان ابنها هيموت وراه لو مات بعد 40 يوم. ابن اللعيبة بيأمن نفسه، فأصبحت حمايته والحفاظ عليه مهم قوي للقصر. وهزايم الجيش الروسي خلت الصلح مع ألمانيا قريب قوي، والجوابات اللي لقوها بخط ايده مع الجانب الألماني أكبر دليل على مساهمته في ده. لكنه كان باسط نفوذه لدرجة ان القيصر لما كان بيسافر كان راسبوتين بيمضي على الورق باسمه، وبيستعرض الكتاب الملفات اللي لقوها في خزنة راسبوتين، أذون دفع من الألمان ليه بأشكال مختلفة، أوامر من الألمان لاغتيال أفراد أو تفجير مؤسسات وأماكن تخزين وتصنيع أسلحة، والكل بيبوس إيده مش احتراما ليه لكن خوفا من غضبه وبطشه. والموضوع ما بقاش سري، القصر نفسه بيتمنى فوز الألمان والاستسلام، وده بسبب إقناع راسبوتين ليهم إن فوز ألمانيا إرادة الله وإنها لازم تتنفذ. الراجل كان بيخش على القيصر وهو بيستحمى ويطلب منه يعين ده ويشيل ده، والتاني بيتصبن، وكمان بيطلب منه اللي يحبس ده ويفرج عن ده. بقى هو الآمر الناهي في روسيا، بقى حتى لو اتأخر حد في فلوس تعيينه يهدده عيانا بيانا قدام الناس، أو حتى يكتب له جواب يقول له فيه إنه لو ما صرفش الفلوس هيمحيه ويمحي كل اللي هو عمله. بقى فاجر وقادر قوي. هل شايفين إنه قادر يعمل ده فعلا؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات. راسبوتين كل ما يحس إن الدنيا بتفلت من تحت إيده يسافر سيبيريا ويقول شوية تنبؤات، طبعا أعوانه في القصر بيحرصوا إنها تحصل، تعب الأمير، انفجار مخزن، موت حد، وبكده ترجع سطوته على القصر والحكام بشكل أكبر. الألمان طلبوا منه يزود الضغط في المجاعة عشان الشعب يطلب وقف الحرب، وكمان بيظبط معاهم الأصعب من المجاعة، نشر وباء الكوليرا في مناطق محددة في روسيا. ده مش كلام من عندي، كل ده موجود في الوثائق اللي واخدينها من خزنته. ولولا القدر اللي خلى الأكل اللي متوطن فيه الكوليرا يبوظ كان انتشر الوباء وبدأ يظهر أعداء لراسبوتين. الوثائق بتتكلم عن طرق يقضي فيها على أعدائه دول، لكن في كل الرسائل دي كان راسبوتين في ألمانيا متخفي علشان خاطر يتكلم مع إمبراطور ألمانيا. الوثائق دي والجوابات كان فيها كل الأوامر والخطط اللي كان عايز يعملها، وده ادى فرصة للأعداء علشان يحاولوا يكشفوا أسراره، وهو من بعيد بيؤمر أعوانه علشان يقضوا عليهم لحد ما رجع. طبعا لما كان مسافر كوم، ولما رجع كوم تاني. ليه بقى؟ زود المجاعة عشان يضغط الشعب في الحرب علشان يعلن الصلح مع ألمانيا، لكن قدر أعداء راسبوتين رغم كل حيله ومغامراته يفضحوه قدام مجلس الحرب اللي بيضم انجلترا وفرنسا، وبيثبتوا بالأدلة خيانته والفلوس اللي خدها من ألمانيا. وده كان مسمار النعش الأولاني في راسبوتين وفي عائلة رومانوف في روسيا، ووصلت الفضايح لروسيا وللشعب. لكن راسبوتين كان عنده كارت أخير. مش انتوا بتشكوا فيا؟ طب اهو سافر سيبيريا، فتعب ولي العهد بعد
بعد سفره، وقعدوا 15 يوم يبعتوا جوابات يستنجدوا بيه علشان يشفيه، ورجع. الأوراق بتدور حوالين مؤامرات وصد مؤامرات ضد راسبوتين، لكنه في ردوده كان بيتجاهل آثارها. بيقابل الكاتب الشاهدة على الأحداث الأخيرة واللي هربت من روسيا بعد اللي حصل، واللي محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده غير بعد سقوط أسرة رومانوف وتخليها عن الحكم. أصل اللي حصل مع راسبوتين إنه يبعت له إن في واحدة عايزة تنضم للمريدين، وهي دي الشاهدة على اللي حصل يومها، وحطوا سم ليه في إزازة الخمر وشرب منها لما جه، وقاعدين هم فوق مستنيينه لما يموت. راسبوتين ما ماتش، فقرر الخاين انه يضربه بالنار، وطلع قال لهم اللي حصل، لكنهم اتفاجئوا ان في حركه لحد خارج من الاوضه لبره. طلعوا على البلكونه لقوا راسبوتين خارج من باب القصر، ولف وشافهم واقفين في البلكونه. جري واحد مش مصدق وخد المسدس بتاعه ونزل وراح ضربه بالرصاص في راسه، وخدوه علشان يتاكدوا ورموه في النهر. وتم اكتشاف جثته بعد اسبوع وشويه واتدفن، بس التقرير بيقولوا انه مات غرقان. وكانت نهايته اول نهايه اسره رومانوف الحاكمه اللي بعد 3 شهور اتنازلت عن الحكم. بس كده. اقول لكم على مفاجأة، الوثائق دي مش حقيقية، واللي سمعتوه هو رواية من تأليف ويليام ليكيه. اللي سمعتوه ده نوع من انواع الكتابة شديدة التأثير على القارئ، هتطلع منها مش فاهم هو ده بجد ولا تأليف، ودي متعتها. الرواية دي مش معمولة عشان تاخد منها التاريخ وتصدقه. النوع ده من الروايات ممكن يقدم نص الحقيقة أو الحقيقة أو حتى عكس الحقيقة. فن الرواية مش معمول يا إخوانا علشان يقدم لك الواقع ولا معلومة صح. ما ينفعش تاخده كمصدر موثوق للأحداث اللي حصلت، زي مسلسل الحشاشين كده. الرواية فن الإمتعنا أو تعذيبنا زي اللي حصل في الرواية دي. كاتب عنده خيال أو موهبة تخليه يوصف ليك ويدخلك جوه عالم ممكن يكون قريب من الواقع، ويدخلك جوه عالم ممكن يكون قريب من الواقع او حتى بعيد في الخيال، لكنه مش مصدر للحقيقه. لكن هل راسبوتين كان فعلا الراهب الشرير ولا مجرد ضحيه للتاريخ والروايات؟ شاركونا رايكم في التعليقات، ولو عجبتكم القصه ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك على القناه، وحاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكم خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.